السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الباشمهندس أحمد عسل. في الفيديو ده عايزين نعمل شبكة مع بعض، بس يبقى عليها ويب سايت. جميل. طب عايزين أول حاجة قبل ما نبتدي عايزين نعرف هو الويب سايت ده عبارة عن إيه؟ هتيجي والله ببساطة خالص هنعمل جوجل، نكتب google.com. جميل. نعمل جوجل هنا google.com. الحاجة اللي بتكون لي المكون الأساسي اللي عندي اللي بيكون السايت ده هو ال HTML. يعني إيه HTML؟ هو ببساطة كده لو جينا عشان نشوف شكلها نعمل inspect. جميل. هالاقي إن الHTML دي هي ما هي إلا لغة توجيه، هي بتوجه البراوزر إزاي يعرض الcontent بتاع السايت ده. طيب، هو أنا ممكن أعدّل على السايت ده؟ أقدر. نعمل هنا select الelements. حلو، ونضغط هنا ونضغط هنا أهو، نكتب مثلًا إيه hacked بقى by me. هو كده معناه إن أنا هكّرت جوجل؟ لأ، كده معناه إن أنا عدّلت على كود الHTML اللي بيظهر عندي على اللي البراوزر عندي بيظهره، بيعرضه. جميل. طب جميل خالص. طب أنا عايز يبقى عندي موقع، نعمل شبكة ويبقى فيها موقع، فمحتاج سيرفر هيبقى يشيل الموقع ده. هو هو يعني إيه سيرفر؟ سيرفر هو ما هو إلا جهاز كمبيوتر بيshare service معينة مع أجهزة تانية. هو أنا لازم إن أنا يكون عندي جهاز بمئات الألوفات وبالملايين وخلافه؟ لأ، أي جهاز كمبيوتر يقدر يبقى سيرفر ما دام هو بيshare service مع أكتر من جهاز، فهو نقدر نقول عليه هو سيرفر. جميل. طب هو ليه السيرفرات كل ما الصورة دايمًا لأي سيرفر هو الجهاز ضخم جدًا بمئات الألوفات، حاجة شبه كده. جميل. الRACs دي. طب ليه؟ لإن ببساطة خالص ده سيرفر هيshare service 24 ساعة. حلو، ده جهاز كمبيوتر أنا عايز الجهاز الكمبيوتر ده يشيل الservice دي 24 ساعة في ال24 ساعة. حلو، هيشتغل على طول. جميل. فعشان كده بيبقى بالأرقام الرهيبة دي. طب جميل. طب إحنا عايزين بقى نجيب سيرفر ونحط عليه الموقع بتاعنا، فهنجيب على end devices، نجيب على سيرفر ونوصّله بautomatic هنا كده. جميل. حلو. وهنحط له بقى كالعادة خالص، هنحط له نيجي عند desktop IP configuration ونعمل له الIP بتاعه. حلو. ونعمل هنا الsubnet mask الIP. جميل. وبعد كده عايزين بقى نحط الHTTP اللي على السيرفر ده، فنعدلها إزاي؟ نروح على services HTTP، نضغط هنا نتأكد إن هي متفعلة. هنعدل هنا بقى على index.html، ده الفايل اللي لمّا أنا باطلب الموقع بيتعرض عندي، بيرجّعه لي، فباضغط على edit. أنا ببساطة خالص أقدر أعدل بس على الtitle هنا وأخلّيه هنا باسمي أحمد عسل. حلو. ممكن نغيّر هنا على الcolor red ونعمل save. جميل. طيب لو جيت هنا فتحت الPC بتاعي، حلو، وجيت كتبت الIP بتاع السيرفر، ضغطت enter. جميل. تعالَ نشوف ليه ده ما حصلش. جميل. طب تعالَ نشوف كده، إحنا ادينا له IP الأول، تمام، ما فيش فيها مشكلة، وادينا لده IP، تمام. ونيجي هنا ثواني نقفل ده، نعمل الweb browser هنا، نكتبه تاني -681.3 وندوس enter. هالاقي إن السيرفيس عندي حمّلت، تمام، ما فيش فيها مشكلة والموقع شغال. طب أنا عندي مشكلة، إيه؟ أنا لمّا باجي أستخدم النت أنا ما باكتبش أيبيهات، أنا باكتب يا إما google.com يا إما facebook.com، ما باكتبش أنا إيه، أيبيهات خالص، ما باتعاملش أنا بالأيبيهات دي. جميل. طيب آآ إيه المسؤول عني إن هو بيخلّيني أستخدم google.com؟ لإن تاني دي مشكلة، لإن أنا دي ما دام هي شبكة وأنا عارف إن أدرس في الشبكة يا إما هو IP يا إما هو MAC. الأسامي دي مش موجودة عندي في الأيبيهات في الأسامي أو في الaddresses بتاعة الشبكة دي. فالاقي إن في حاجة عندي اسمها DNS domain name server. فكرة الdomain name server هنا إن هو بيتيح لي إن أنا والله يبقى عندي زي كتالوج في الشبكة، إن والله الاسم ده أهو associated بمكانه أهو،
أو اسم السيرفر أو الأي بي بتاع السيرفر اللي شايل السيرفيس دي أو الحاجة دي أو الموقع ده موجودة هنا. طب خلاص خلينا نجيب سيرفر وخلينا نعمله برضه عندنا في الشبكة اللطيفة بتاعتنا. هنجيب سيرفر هنا جميل، وبرضه ندي له نعمل له كده ديسكتوب ونروح على الاي بي كونفيجريشن ونكتب له الاي بي بتاعه هنا بالبساطة دي. تمام، مفيش فيه مشكلة خالص. وبعد كده نعمل هنا الكابل بتاعي جميل. تمام، وبعد كده انا عايز بقى اكونفيجر، نكتب بقى عشان برضو نبقى منظمين 192.168.1.4 جميل. انا بقى عايز اكونفيجر السيرفيس بتاعت الدي ان اس انها سيرفيس فسيرفيس. هروح على دي ان اس كده اون. دلوقتي انا عايز لما اكتب ماي سايت جميل، عايز يحولني للسيرفر ده. يعني انا عايز اسوسييت الماي سايت بالاي بي اللي عليه السايت ده. حلو، وانا عارف ان السايت على الجهاز ده، فهكتب الجهاز ده 192.168.1.3 كده، اعمل اد جميل. طب حلو خالص. نيجي نعمل هنا كده، انا عايز بقى الكمبيوتر ده هو يعرف فين الكتالوج بتاع الشبكة، فين مش الكتالوج، فين الفهرس، فين البوك كيبر بتاعي اللي بيبقى فيه موجود فيه والله ان الاسم ده هو موجود على السيرفر ده. فبروح على اي بي كونفيجريشن وهنا الدي ان اس سيرفر، بكتب الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر بتاعي 1.4 جميل. جميل، مفيش فيه مشكلة خالص. بعد كده باضغط أنا عايز بقى أدخل، بدل ما أنا هادخل بالأي بي أنا أقدر أدخل دلوقتي بالسايت جميل. أكتب my site وأكتب أوكي أو جو، فيبتدي يضغط تمام، مفيش فيه مشكلة. طيب آخر حاجة معلش، أنا فهمت والله إن بتاع ده، فهمت يعني إيه HTTP حلو، وهو واضح إن هو الcommunication protocol تقريبًا اللي باستخدمه عشان إن أنا أزور الويب جميل. طب وعرفت برضه إن في حاجة عندي اسمها DNS وهي المسؤولة إن أنا يعني أresolve my site دي للIP جميل. أنا عشان الشبكة تقدر تشتغل بيها، ما بتشتغلش هي بالDNS. طب في عندي حاجة أنا واخد بالي منها في HTTP هنا. طب بس ثواني، أنا لمّا باجي أكتب google.com هنا كده حلو، ونيجي نشوف هنا كده، ما بتبقاش google.com، بتبقى HTTP، بتبقى HTTPS. إيه الفرق؟ الفرق ما بين الHTTP والفرق ما بين الHTTPS الاتنين communication protocol، بس الفرق ما بين الاتنين إن واحدة بيبقى encrypted والتاني دي clear text. معناها إن أنا الdata اللي بتتنقل داخل الشبكة بتبقى متشفرة. يعني لو حد دخل عندي جوه الشبكة وحاول يعرف أنا بابعت إيه حلو، فمش هيقدر يعرف لو أنا باستخدم الHTTPS جميل. لو أنا باستخدم HTTP فهو أي حد جوه الشبكة يقدر يintercept الdata دي، وبالتالي يقدر يشوف أنا بابعت إيه. طب هل ده خطير؟ خطير جدًا. لو أنا باكتب باعمل login في أي site، باكتب اليوزر نيم والباسورد، لو السايت ده بيستخدم HTTP فأي حد في جوه داخل الشبكة عندي حاول يعترض ال حاول يعترض الrequest ده أهو، يقدر يشوف إيه اللي بيتبعت الclear text لإنها بتتبعت مش متشفرة. تمام، دي هنا diagram بيوضّح إزاي حاجة زي كده بتحصل، واسم الهجمة اللي بتحصل اسمها man in the middle attack. بيبقى الattacker هنا موجود جوّه الشبكة عندي، وبيعترض ال اللي بي ال الdata اللي أنا بابعتها أنا كمستخدم للweb application أو الراوتر بتاعي. هنا ده الdiagram، ثواني نجيب diagram أوضح شوية. تمام، ده هنا ده هنا لطيف جدًا. إن دي هجمة session hijacking. آآ دي كويس، اللي فاتوا دول كانوا كويسين جدًا. تمام، إن هي بس الفكرة إن أنا الattacker بيقطع الconnection ما بيني وما بين الweb application ده، وأنا قادر أشوف والله أنا لو هنا واقف في النُص هنا والweb application ده بيستخدم أو الموقع ده بيستخدم HTTP، فأنا قادر أشوف الuser name والpassword بتوعك
إيه مباشر عادي، ما فيش فيهم مشكلة خالص. بس كده، ده كان الفيديو الخاص إن أنا يعني الHTTP الDNS. الفيديو اللي بعد كده هيكون توضيح للتاسك، والفيديو اللي بعده هيكون حل التاسك. تمام. بس كده، أتمنى يكون كل حاجة واضحة وسلسة بإذن الله.